السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تحياتي إلى فريق دعم اليوتيوب المحترم والفاضل، نظرا للمجهودات الذي يقدمها لصناع المحتوى. تحياتي لكل متابعينا الكرام من كل دول العالم. طبعا إن شاء الله في قناة محمد علي علام إنجليزي. محمد علي علام إن شاء الله سوف تتحدثون اللغة الإنجليزية مثل الأجانب بالضبط. إن شاء الله في هذه المحاضرة هنتعلم مع بعض سويا بعض الانفورميشنز، المعلومات الهامة جدا جدا. بالنسبة في عندنا كلمة دو، الفرق بين دو وبين ار. الفرق بين دو وبين ار. بالنسبة طبعا دو لها معنيين. دو لها معنيين. ممكن تأتي على شكل سؤال، وهنا تأتي بمعنى هل. تأتي بمعنى هل، وأيضا تأتي بمعنى verb يعني فعل اللي هو يفعل. يبقى إذن نركز لو سمحت، رجاء التركيز. دو لو كانت verb فعل يعني فهي بمعنى يفعل، بينما لو احنا هنستخدمها كسؤال كquestion. question يعني سؤال. ركزوا معايا يا شطار. question يعني سؤال. لو كانت لو احنا هنستخدمها كquestion كسؤال فطبعا هتبقى بمعنى هل. طيب هنبدأ الأول نستخدمها كفعل. فأنا عايز أقول مثلا I do my homework. I do my homework. I do my homework يعني أنا بفعل واجباتي. طبعا الواجب اسمه homework، ما اسموش homework، لا اسمه homework. طيب بالنسبة للشطار، homework اللي هي الواجب جاية منين؟ جاية من كلمة home يعني منزل. home منزل. وكلمة work اللي هو عمل أو يعمل، فهنا يعني عمل منزلي، عشان كده سمي اللي هو الواجب أو العمل المنزلي. طيب إذا أنا do أفعل my homework، أنا بفعل واجباتي. تمام كده، مفيش أي مشكلة. طيب احنا هنا do استخدمناها كفيرب يعني كفعل. طيب تعالوا بقى كده يا شطار نستخدمها كquestion يعني سؤال. هنقول مثلا do هل. هل do you هل do you study do you study do you study هل أنت تذاكر English. do you study English today اللي هو اليوم. today يعني اليوم. هل أنت أو هل حضرتك study تذاكر English لغة إنجليزية today اليوم. طبعا الرد لو بالإجابة أقول yes I do. yes I do. yes I do. طيب لو منفية كده مثبتة، كده إجابة affirmative يعني مثبتة. طب لو أنا عايز بقى أقول إجابة نيجاتيف يعني منفية، أقول إيه بقى؟ إيه بدل yes أقول no. no كلا أو لا. I don't. no I don't. no I don't. طيب كلمة don't هي abbreviation اختصار do not. فأنا بدل ما أقول بقى no I do not، لا أنا طبعا بقول على طول no I don't، بعمل لها abbreviation اختصار. طيب ركزوا معايا لو سمحت بعد إذنكم، عشان طبعا دلوقتي هناخد معلومة في منتهى الأهمية. زي ما قلت لحضراتكم do ينفع يجوز ان احنا نستخدمها كفيرب كفعل، وينفع نستخدمها كأداة استفهام بمعنى هل. طيب نركز لو سمحت بعد اذنكم. ندخل بقى على ندخل على ار. نفس الكلام يا جماعة. ار يمكن نستخدمها كفيرب ويمكن نستخدمها كأداة استفهام. طب تعالوا مع بعض الأول نستخدمها كفيرب. هو ار دي أصلا فيرب إيه؟ فيرب تو بي. فيرب تو بي اللي انا شرحتها كذا مرة على قناة انجليزي محمد علي علام، وقلت يا جماعة ارجوكم اتوسل اليكم
قاعدة فيرب تو بي مهمة جدا 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 جدا، ومن غيرها لا يمكن أتعرف تتحدث اللغة الإنجليزية أو تعرف أي حاجة في الإنجليزي أصلا. طبعا فيرب تو بي أنا طبعا شرحتها لكم، وإن شاء الله هسيبها لكم في تحت أسفل الفيديو إن شاء الله في أول تعليق مثبت إن شاء الله. والرجاء اسمعوا يا جماعة فيرب تو بي عشان مهمة جدا مهمة جدا والله العظيم. هنا بالنسبة للفيرب تو بي اللي هو يكون، هنا ار لو احنا استخدمناه كفيرب يعني كفعل، فبمعنى يكون، يكون تأتي مع البلور اللي هو الجمع. تعالوا بعد كده شطار نستخدمها كفيرب. لما اجي اقول ايه زي، زي يعني هم، هم ايه زي ار، زي ار هم يكونوا، هم يكونوا bubbles، bubbles، bubbles. ما اقولش بيوبلز، لا بابلز، بابلز. هم يكونوا تلاميذ، هم يكونوا تلاميذ. they are bubbles، هم يكونوا تلاميذ. يبقى اذا لاحظنا يا شطار ان are هنا استخدمناه كفيرب، استخدمناه كفيرب كفعل. طب نشوف جملة اخرى. اقول ايه we، نحن، we are، we are، we are Egyptians، we are Egyptians، we are Egyptians. we are Egyptians يعني نحن نكون مصريين. we are ونحن are نكون Egyptians يعني مصريين. إذا استخدمناه هنا يا شطار كverb. تعالوا بقى يا شطار بقى نستخدمها ك question اللي هو سؤال، اللي هو نستخدمها بمعنى هل. هنقول كده مع بعض are you are you bubbles. هل أنت تلميذ؟ are you bubble؟ هل أنت تلميذ؟ are you bubble؟ طبعا لا ننسى الكويشن مارك يا جماعة. are you bubble؟ هل أنت تلميذ؟ أو ممكن أقول are you a teacher؟ are you a teacher؟ are you a teacher؟ are you a teacher؟ هل أنت مدرس؟ أو هل أنت مدرسة؟ لا طبعا teacher شطار تيجي بمعنى تنفع للمؤنث وتنفع للمذكر. are you a teacher؟ are you bubble؟ طيب هنا انا قلت ايه are you bubble؟ هل انت تلميذ؟ طب ينفع اقول are you bubbles؟ يعني ينفع اقول are you bubbles استخدمها في الجمع. هل انتم تلاميذ؟ الاجابه قولا وفعلا نعم، يجوز ان انا استخدم are في حاله الجمع. are you bubble؟ هل انت تلميذ؟ are you teacher؟ هل انت مدرس؟ طب ينفع اقول are you bubbles؟ are you bubbles؟ هل انتم تلاميذ؟ هل انتم تلاميذ؟ طيب ينفع اقول are you teachers؟ are you teachers؟ هل انتم مدرسين؟ هل انتم معلمين؟ طبعا يجوز. طيب بصوا بقى يا شطار، حاجة مهمة جدا في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. هنا بالنسبة للضمير يو، الضمير يو بمعنى أنت أو أنت للمفرد المؤنث، وبمعنى أنتم. عشان كده يا شطار يجوز إن أنا أستخدم الضمير يو في المفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع بنوعيه. ولذلك يجوز ان انا استخدم يو في السؤال في الجمع، ويجوز استخدم يو في السؤال المفرد سواء مذكر او مؤنث. انا دلوقتي قدامي ولد، فبقول له are you bubble؟ are you bubble؟ هل انت تلميذ؟ طب انا قدامي بنت، فبقول لها are you bubble؟ هي وهو نفس السؤال، هل انت تلميذة؟ طب انا قدامي يا شطار اكثر من اثنين، يعني عندي اتنين، عندي تلاتة، عندي مليون. المهم ان هم يكونوا العدد اللي قدامي اثنين، اتنين. الاتنين ما يعادلوا 100 مليون، اهم حاجه يكون في اتنين. فانا اقول لهم ايه بقى، ركزوا لو سمحت، قدامي اتنين ولد وبنت او بنتين او ولدين او بنت وولد مش تفرق، المهم ان انا قدامي اتنين. طيب هنا بقى اقول لهم ايه
are you bubble ولا اقول لهم are you bubbles. طبعا الإجابة الصحيحة أقول لهم are you bubbles؟ هل أنتم تلاميذ؟ ليه بقى؟ ما أنا شايف في اتنين، أنا شايف دلوقتي في اتنين، فما ينفعش أقول لهم هل أنتم تلميذ، ما ينفعش، صح ولا إيه؟ طيب خليكم بقى معايا عشان بس نركز لو سمحتش، طبعا الموضوع ده في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية. طيب احنا كده عرفنا استخدمنا دو واستخدمنا ار. طيب ما هو الديفرن؟ في حاجة اسمها ديفرن، اختلاف كبير جدا. ما هو الديفرن؟ ديفرن يعني اختلاف. طبعا التي هنا سايلنت، التي هنا ما اقولش ديفرنت، لا ديفرن. ما هو الاختلاف بقى يا شطار في هذا الموضوع؟ الاختلاف بكل بساطة بين دو وبين ار. نركز لو سمحت. الاختلاف بين دو وار ان دو بيجي بعدها verb، بنستخدمها في حالة الفيرب لو الجملة فيها verb فعل، بينما ار بنستخدمها لو الجملة بها noun يعني اسم. طيب ولذلك ناخد كده سؤال مع بعض، فبقول ايه؟ do هل do you eat mango today؟ هل أنت تأكل مانجا today اليوم؟ لاحظ إنه الجملة بها verb اللي هو verb eat اللي هو يأكل. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض جملة فيها جملة كده فيها لما أجي أقول إيه؟ are you هل أنت انجينير؟ هل أنت انجينير؟ are you engineer؟ هل أنت انجينير يعني مهندس؟ are you engineer؟ هل أنت مهندس؟ إذا يا شطار نلاحظ إنه ار بنستخدمها في لو الجملة بها noun اسم، طبعا انجينير دي تعرب اسم وليست فيرب، بينما دو بنستخدمها لو السؤال به فيرب فعل كما وضحت لحضراتكم بالفيرب eat. وبهذا طبعا هو الاختلاف بين دو وار. اتمنى طبعا يكون شرح يعني حاز على اعجاب حضراتكم، وطبعا شكر خاص لفريق الدعم اليوتيوب الموقر والفاضل والعظيم، نظرا للمجهود المفضل والمجهود العالي جدا لما يقدمه لصناع المحتوى. ان شاء الله معايا سوف تحدثون اللغة الانجليزية بشكل متقن، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. اترككم في رعاية الله ودمتم.